بالنسبة للموضوع الأول الإخوان، تيخص الاستعراض العسكري اللي كان بمناسبة مرور 70 سنة على ثورة التحرير الجزائرية. دابا الناس أو الدول اللي عندها تبارك الله عندها واحد السياسة، واحد الاستراتيجية، وكتحشم فريمون كتحشم على أعراضها. بالنسبة لثورة التحرير الجزائرية يعني موضوع خاصو يحتفلوا به الناس بطريقة اللي يعني تعطيهم واحد القيمة، فريمون تعطيهم واحد القيمة تاريخية وقيمة اللي استحضروا فيها ما وقع وكيف حرروا بلادهم وكيف قامت الثورة وكيف يعني كل واحد مثلا الأجيال الصاعدة نحاولوا أنهم نعطيوهم باش يقدروا يستلهموا القوة ديالهم وكذا هذه، ويعرفوا باللي البلاد ديالهم ما جاتش غير هكذاك وكذا هذه من هاد الناس العاقله كيفاش غتحكم، كيفاش غادي دوز هاد الفتره هذه او هاد المناسبه هذه. ولكن دوله الجزائر تخربقت لها لا ميموار وتخربق لها يعني المبادئ ديالها تخربقوا بسبب الزياره اللي دار ماكرون مؤخرا للمغرب واللي اعترف فيها بمغربيه الصحراء لسببين: اولا الاعتراف ديال ماكرون او فرنسا بمغربيه الصحراء، وثانيا هو الفخامه والعراقه اللي بانت في هذا الاستقبال اللي حظى به ماكرون في المغرب. كيفاش ان الاسره العلويه والملك شفاه الله ونصره كيفاش حضر مع الاسره ديالو، وكيفاش بان هذاك الرقي، وكيفاش داز هذاك الحفل ديال العشاء، وكيفاش كان هذاك الموكب الملكي مع ايمانويل ماكرون، وكيفاش هذوك الخياله كانوا تيبينوا على هذاك الثقل التاريخي ديال المغرب. يعني هذاك الشيء كامل خربقهم ونساو الاحتفال بالموضوع الذي يخص ثورة التحرير، ومشاو بغاو يقلدوا المغرب وجابوا حتى هما داروا واحد الكورتيج. يعني انا بعدا حشمت بلاصتهم، يعني ما بين ليله ونهار مشاو عند الخياله اللي عندهم تما، واحد الخياله ولا اسمح لي منهم، جابوا واحد عوض ما يجيبوا الخيل خيول جابوا شبه خيول، غاديش نقولوا بغال ان لم يكونوا بغال، جابوهم وداروا طلعوا عبد تبون وشنقريحه في واحد العربه عسكريه، مشاو قلبوا على احسن وافضل شارع عندهم، اظن هذاك هو افضل شارع عندهم، ودوروا هذيك العربه بالخيول وقالوا لهم هانتوما غادي تحاولوا ديروا بحال المغرب. انا دابا غنحاول انني هنا كتشوفوا في الصور الكورتاج ديالهم وديالنا فرق كبير، وكنت تكلمت عليه وحطيته في واحد الفيديو اخر اللي قبل من هذا. لو كان انهم مشاو خدموا حاولوا يخدموا على ايماج ديالهم ويقلبوا غيالمون في الثقافه اللي عندهم، ويقلبوا غيالمون في شي حاجه اللي يقدروا يبينوها للعالم عن طريق الاحتفال اللي داروا، كانوا ربما يقدروا ينجحوا فيه. ولكن اللي بغاو يقلدوا المغرب شتان بين المغرب وبين الجزائر في هذا الموضوع، يعني بان الفرق كبير. اذا حتى من الاحتفال بيوم تاريخي عندهم، اليوم الوطني لثورة التحرير وما الى ذلك، كان ما بقاوش يقدروا يبعدوا على المغرب في اي موضوع. في اي موضوع عندنا احتفال بيوم وطني يخص الجزائر اجي ندخلوا فيه المغرب، بيزار فريمون بيزار. يعني المغرب لدرجه انهم مشاو بعيد، وفي واحد الجوق عندهم غنى واحد الاغنيه مغربيه تاع جاي على عودو شالي، ما عرفتش كيفاش ديك الاغنيه، مهم غناها جوق رئاسي، والعساكر اللي من موراه تشوفوا واحد لا فيديو، راه حطيتو في الفيديو اللي قبل تيشطحوا على ديك الاغنيه. يعني مشاو جابوا اغنيه مغربيه وحطوها تما، داروا كورتيج على الطريقه المغربيه. شكون اللي يعني عبد المجيد تبون غادي في الكورتيج، الخياله معاه مرونين، واحد هارب لليمين واحد هارب لليسر، واحد واقف تعطل، فضيحه فريمون فضيحه. يعني هادشي بغيتو تخدموا عليه وبغيتو تقلدوا المغرب، بعدا ديروا اوناني بعدا قدامكم عام من هاد مثلا فات دابا البارح، من دابا وانتم كتوجدوا الخياله ديالكم، من دابا وانتم كتوجدوا شي كورتيج، وما غاديش توصلوا للمغرب.
المغرب هو دولة عظيمة، يعني هذاك الشيء ولا معطي للمغرب. يعني راه تقدر تمشي باش نصدمكم، تقدر تمشي غير لمدينة قديمة، تقدر تمشي لمراكش وتدخل شي رياض في مراكش، شي عائلة مراكشية، وتكتشف عندهم شي حوايج بلا ما يحتاجوا انهم ينوضوا ويديروا يعيطوا المختصين في باش اللي غيطو يحسنوا ليماج ديال الجزائر وكذا وكذا وكذا، باش يحرصوا على انهم يدوزوا هذاك الحفل بهذيك الطريقه وكذا. راه غير عائله مغربيه عريقه في مراكش مثلا راه عندها داك الشيء في الدار، بقى لهم غير الخير يركبوا عليه. وتشوف العراقه وتشوف القوه ديال الثقافيه والتاريخيه ديال هذيك العائله غير في المغرب، يعني التي تضاهي بلد مثل الجزائر. مشاو ندوزو داك الشيء اللي تيخص الخردة العسكريه اللي جابو تما غريب، اقسم بالله لا غريب امركم. انا بعدا نتمنى الدوله ديالي حتى بغات تستعرض عسكريا شي حاجه، نتمنى تستعرض شي حاجه اللي حنا تنصنعوها، على الاقل تنصنعوها حنا، ولا على الاقل الا ما كناش كنصنعوها ممكن ان الدوله ديالي تستعرض اخر صيحات التكنولوجيا العسكريه. سي با غراف، يعني تما كنعرف ان الدوله ديالي عندها ان بوا، كتقول لك جبت اخر ما كاين في الهليكوبتر، جبت اخر ما كاين في الصواريخ. نتوما جايبين لينا صواريخ ديال الاتحاد السوفيتي قدام يعني، وناقصين في العدد. كنتو شحال هادي ما شحال كتحطوا دابا مع روسيا داخله في حرب، خدات لكم داكشي اللي كتنسلفكم وحاطينو عرفتي قدام، فريمون قدام. ما تقدروش تمشيو في شي حرب ولو غير حتى 10 ايام ما تمشيوش في الحرب فرحانين. والغريب في الامر كان واحد المعلق يعني في الاستعراض العسكري داز في التلفزيون الجزائري لمده ساعتين، هو تيبغي يقلد مصطفى العلوي المعلق ديالنا الشهير اللي تيعلق على المراسم الجولات الرسميه ديال صاحب الجلاله نصره الله بهذيك الفخامه وديك التمغربيت، وبغاو يخرجوا منها شي حاجه جزائريه وما قدروش. ما قدرش السيد كيهضر 5 دقائق وتيسكت ساعه وما تلقى ما يقول. ها نحن الان في اليوم الوطني ويسكت. ها هو تبون وشنقريحه يا زوراني، سماهم هما مربعات: المربع الاول مربع الكلاب، مربع الثاني مربع المشاة، مربع الثالث المظليين. واحد المظلي مسكين خرج يدير عرض عسكري ديال القفز بالمظله قدام عبد المجيد تبون، تلفات به الطريق، خرج في واحد تلاح فوق السلوكه ديال الضو ديال واحد الدار. غتكونوا شفتوا الفيديو، راه درتو في لا فيديو اللي قبل، يعني تلفتو تالفين فريمون تالفين. عيب ان دوله تجي تهز واحد الخرده وتستعرضها وتقول الشعب ديالها راه عندي سلاح، الوغ كنتي ما كتصنعي والو، الوغ كنتي ما عندكش اتفاقيات عسكريه ديال اخر ما كاين في السلاح. هادو كات في بيغ بالنسبه ليا، اما بلادي تصنع وتقدر تبين داكشي وعندها الحق ونديبلاصا انا من المدينه ديالي للمدينه اللي غيكون فيها الاستعراض ونحضر يعني بفخر كبير، او العكس ان نشوف البلاد ديالي كتسني اتفاقيات ديال شراء اسلحه متطوره، لان ذاك البلد اللي كيصنع كيتيق في البلاد ديالي. حتى تما نقدر نمشي ونحتفل وتنصفق بلادي. والمغرب كذلك، المغرب هو بلد فعلا عنده يعني بدا الصناعات العسكريه قليله. راه نزل بان لي واحد الدرون واحد الكاميكاز راه صنعوها بعض المغاربه اللي تبارك الله ومازال تيطوروا فيها. بان لي كذلك ان البلاد ديالي عندها قوه دبلوماسيه وسياسيه وثقل سياسي اللي تستطيع به انها تاخذ اخر ما كاين في السلاح من عند امريكا ومن عند فرنسا ومن عند المانيا ومن عند دول اخرى، يعني تبارك الله من عند الهند ومن عند تركيا. راه ماشي غير يجيو الدول ويتيقوا فيك يعطوك السلاح، ما كيبيعوش لك غير السلاح، راه الخدمه والفكر والعبقريه الفكريه ديال العلماء ديالهم حتى هما تيشوفوها تيقول لك هاد الدوله هذه تستاهل نعطيها شنو العلماء ديالي خرجوا، وهاد الدوله ما تستاهلش. وهاد الدوله نثق فيها لانني واخا نعطيها السلاح غتستعملو يعني بالاستراتيجيه ديال اللي بغيت انا، وهاد الدوله ما نعطيهاش لان نعطيها السلاح وتمشي ليها ايران مثلا. هذا هو الفرق، هذا هو اللي ما تيقراوش بعض الجزائريين اللي سامعين وما فاهمينش. بعض الجزائريين اقول ان الجزائر فيها خيار وفيها ناس تبارك الله فاهمين وساكتين، هذا يعني امر مسلم فيه. انا ديما تنامن بهذه القضيه، يعني كل بلاد فيها حجر وطوب، ولكن الجزائريين عيقتوا. استعراض عسكري بغيتو تحطوا فيه، بغيتو تصوروا المغرب، بغيتو ما عرفتش يخمنوا اللي عيني فيه، نفس داكشي اللي دار المغرب بغيتو ديروه. حنا راه درناها في الاستقبال
ديال رئيس دوله، وهذيك رئيس دوله ديك الدوله حنا زيرناها زمطناها من الاخر، لدرجه انه جا واكتشف شي حاجه يعني عظيمه، راه لدرجه السيد قال لهم باللي هذا الشيء اللي دار معايا المغرب عمري شفتو، يعني هذا استقبال ديال رئيس دوله. الوغ كو نتوما يوم وطني كتوجدوا ليه ربما عام وانتم كتوجدوا ليه وتخرجوا بهذه الفضيحه هذه. وفي هذا اليوم الوطني بان الثقل وبان الوزن ديال الجزائر. فين بان هذا الوزن ديال الجزائر؟ بان في الشخصيات اللي حضرات. رئيس النص ديال ليبيا، رئيس تونس قيس سعيد، رئيس موريتانيا الغزواني، رئيس الجزائر الجنوبية إبراهيم بن بطوش غالي. هادو اللي قدروا يجيو، ما حتى واحد ما جاكم. تخيل معايا رئيس دولة الجزائر تيهز التليفون تيقول لهم الو عندكم رسالة تندعوكم انكم تحضروا معنا الاحتفال. انا كرئيس دولة تنقول لهم تبون اش بغا عندي هذا، جيب لي الاسلحة ديال الاتحاد السوفيتي وحطهم لي قدامي تما ونبقى انا نمشي محنسر. ما يجيش عندك، ما جاوش عندك. فضيحة بالنسبة لي انا هذه فضيحة، فريمون فضيحة. واكثر من ذلك هو الاجتماع والصورة التذكارية اللي تشوفوا قدامكم الآن. هذه الصورة هذه هي فضيحة، وهي الجزائر حقيقة تمثل الجزائر، لأن الجزائر وحلفاء الجزائر اليوم هو نص دولة في ليبيا، ودولة تونس مغلوب عن أمرها بسبب بيع قيس سعيد لتونس للجزائر، وجمهورية الجزائر الجنوبية برئاسة إبراهيم غالي اللي ركب في طيارة جزائرية من داخل الجزائر وضرب دورة في الجزائر في ديك الطيارة ونزل وهبط في الجزائر، واستقبلوا الرئيس ديال الجزائر الشمالي عبد المجيد تبون. ومني بغاو يديروا تحية العالم الوطني بن بطوش ما فاهمش، زادوا خلاها تبون واقف. تبون حتى هو ما فاهمش، عوض ما يحترم هو التحية وخر الضيف ديالو مشى، شاف الضيف ديالو مشى ويتبعو. شوفوا الفيديو، راح تشوف الفيديو اللي قبل. كارثة، كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى صراحة يعني. وزايدين داروا هذاك الاجتماع المصغر اللي كيبان فيه ولد الغزواني رئيس موريتانيا كيبان انه غير مصيد، وحطوا حداه بن بطوش صيدوا واحد الصيده ما تصورش. وناضوا صحافة المرقة ديال الجزائر تيقولوا باللي انتصار عظيم، وها هو المغرب العربي تشكل وتكون. الله وديش من المغرب العربي هذا، راه هذوك الدويلات اللي كاينين تما ما عاد يعني الشعوب ديال هاد الدول. اتحدث الان عن قيس سعيد اللي غادي بتونس الحبيبه والشقيقه للهويه. اتحدث عن هذاك الكسول ديال ليبيا اللي اي بلاصه ما عرفتش شنو داروا مع الجزائريين، ولا ما بقاش كيعيطوا ليه اجي هنا راه بغيت كاين واحد الفطور بغينا نفطروا في حدا البحر تيجي، اجي هنا راه بغينا نصبغوا واحد الحيط تيجي، ما عنده ما يدار. وزيد عليهم ولد الغزواني اللي مازال تيحشم وتيقول ربما الجزائر ترجع الطريق، ولكن مسكين هما مصيدين وخارجين عليه، ديما مصيدين وخارجين عليه وحاطينه حدا بالبطوش. غريب يعني الجزائر يعني تلعب واحد اللعب. انا بعدا كنشوف نصيدات ولد الغزواني وصيدات موريتانيا. قيس سعيد هذاك جاي هذاك ما عنده سوق، هذاك لا حول ولا قوه الا بالله. لا شفتوا هذاك الفيديو انه شاد ليه مجيد تبون شاد ليه في يديه وجايين واحد الفيديو كيسيركولي دابا وجايين من الطياره في سميتو في الاستقبال ديالو من جا الجزائر. كارثه. تونس تستحق احسن من ذلك. يعني ماشي ضد قيس سعيد، ولكن انا تمنيت ان قيس سعيد هو رئيس، هو واعي وقاري، ولكن تمنيتو يطلع النيفو. هربا شويه صاحبي، زيد شويه. خلينا خص الدوله الرئيس اللي يجي فوق الدوله خصو بعد على الاقل يبقى معاها في نفس الخط، ما يهبطهاش لتحت. لما هزيتي الدوله ديالك الفوق ما تهبطهاش لتحت. الشعب والرئيس ولا الشعب والملك راه خص يكونوا يعني
الرئيس ديالكم خصو يجركم للقدام. شوف تبارك الله من الراحل محمد الخامس، الراحل الحسن الثاني رحمهم الله، اليوم لو ديفلوبمون كوميرسي ايكونوميك باردون اللي داروا الملك محمد السادس نصره الله. كاين واحد لا كونتينيتي ديال الحكم الملكي في المغرب اللي زايد بالبلاد القدام، كل واحد خدم على الحقبه ديالو. يعني شيء عظيم، يعني كتحس بان غادي بك القدام. الوغ كو نتوما تيجي واحد بعدا تبون خربق الجزائر، رولها عالميا، عزلها فريمون عزلها، ولا عندها غير بن بطوش وقيس سعيد فقط، وهذاك نص بلاصه ديال ليبيا فقط لا غير. عجيب يعني. وزيد عليها قيس سعيد دابا تا هو اللي رون تونس، وبن بطوش اللي خرج على هذوك المحتجزين اللي في تندوف اللي كانوا غادي يقدروا يجيو للبلاد بطريقه مشرفه وكذا وهذه، ويكونوا تحت الحكم الذاتي. اليوم مع الاعتراف ديال فرنسا غدا ولا بعدو شنو نشوفوا شي حوايج اخرين. المهم هذه بالنسبه للموضوع الاول. بالنسبه للموضوع الثاني ديال قطع الغاز، البارح حطيت واحد لا فيديو في تيك توك تنهضر فيه، تنقول لهم بلي فينا هو قطع الكهرباء، فينا هو قطع الكهرباء، ما قطعتو علينا والو، مازال كنتسناو اش واقع. ياك ما كذبوا عليكم. اقسم بالله الاخوان تفاجات بلي كومونتير ديال الجزائريين، صدمت. متيقين بلي راه يتقطع علينا الغاز الكهرباء، متيقين كيف ما تيقوا ان تقطع علينا الغاز شحال هذه، متيقين ان الكهرباء كان غيتقطع في 31 الشهر. غريب. ولي كومونتير ديالكم صدماتني يا الخوت. انا كنت نتمنى ان يكون واحد النيفو طالع، تكونوا فاهمين القصه ونقشبوا شويه، ولكن لا، فعلا امنين بان الجزائر سوف تقطع الكهرباء على المغرب وغادي يبقى في الظلمه. راه بزاف عرفتي تي ارغيمونطيو في لي كومونتير، تيقول لك لا راه فعلا غنقطعوه مع 6 العشيه وقلب مع 8 العشيه. تخيلوا معايا، حطيت لا فيديو في 7 العشيه، مشيت في حالي لداري، جلست مع عائلتي، نعست، فقط تلقى لي كومونتير تيقول لك هذا فين وما بقاش كيجي، راه قطعوا عليه الضو، راه طفى ليه التليفون. انا كنت ناعس في داري مرتاح. عجيب امركم يا اخوان. خصكم حتى الا كانت شي بروباغندا من النظام الجزائري حاولوا تحلوها، ما تمشيوش معاه في الخط. راه ما كاينش اتفاقيه مع المغرب اللي تقدر توصل المغرب لهذه الحاله ديال ان يجي شي واحد يطفي عليه الضو ببوطونه وحده. راه ما يمكنش المغرب يعطيك هذه الفرصه. راه ما يعطيكش المغرب بالقوه والعظمه ديالو، ما يعطيكش فرصه انك تطفي الضو غير على دار في المغرب وغير على بيت في دار في المغرب. ما عندكش الحق وما يعطيكش المغرب الفرصه. المغرب تري انتيليجون، عمرو ما يحط راسو في موقف ديال انه يعطيك، ما حطاش في الاستعمار، بقيتي غير انت. راه ما يمكنش. حاولوا الاخوان انكم تاخذوا تكونسومي البروباغندا ديالكم، ولكن في نفس الوقت ما ترخيوهاش علينا. شوفوا في تيك توك الفيديو ديالي غتصدموا. اذا الاخوان شكرا للمتابعه، بارك الله فيكم. ما تنساوش ديروا الاشتراك، شاركوا معنا في القناه باش نزيدوا لقدام ان شاء الله ونحاولوا نعطيكم المفيد. بارك الله فيكم وشكرا للتتبع ديالكم، والى اللقاء فرصه قادمه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاخوه الكرام، مرحبا بكم والف الف الف مرحبا بكم من جديد في هذا اللقاء وفي هذه الحلقه اللي من خلالها كما جرت العاده كنناقشوا كنعبروا الراي ديالنا وكنسلطوا الضوء على بعض الاحداث اللي كاينه في الساحه الدوليه، وخاصه تلك اللي عندها علاقه بهذا البلد الحبيب، المملكه المغربيه الشريفه. وسطروا دائما على الشريفه لانها ترعب اعداء هذا الوطن الحبيب، وخاصه الاعداء الذين يريدون تقسيم المغرب الى قسمين. واذكر اخص بالذكر يعني جميع الدول، سواء جارة الجزائر أو جنوب أفريقيا أو إيران أو كوبا وبعض الدول الفاشلة التي تريد تقسيم هذا البلد الحبيب إلى قسمين. أقول لكم المملكة المغربية الشريفة كبيرة عنكم، ورغم أنفكم لا تقسيم لهذا البلد، بل بالعكس، كل من يريد أن يقسم بلدا شريفا مثل المملكة المغربية الشريفة فلينتظر تقسيم بلده من عند الله سبحانه وتعالى. يعني هذا أمر مسلم به. هذه البلاد هذه ملي نقولوا شريفة لأنها فعلا بالتمغريز بلاد الشرفة، من أراد بها شرا أصابه ذاك الشر. يعني هذه حاجة طبيعية. نتمنى من الإخوان في الجزائر، وخاصة لا أعمم، خاصة أولئك الذين يريدون
الشر لهذا البلد. أتحدث على صحافة المرقة التي تسلط الضوء دائما على الجوانب التي تراها هي مظلمة في المغرب وتريد زرع الفتنة في المغرب. أقول لكم نحن متشبتون ببلدنا وبوطننا وبملكنا الحبيب، يعني رغم أنفكم. هذا يعني أريد يعني كمدخل باش نحط النقط على الحروف. أما بالنسبة للمواضيع اللي نهضروا عليها اليوم عفوا، موضوعين اثنين يخصان الجارة الجزائر. الموضوع الأول، ولكن عندما نقول أن الموضوعين يخصان الجارة الجزائر فأوتوماتيكمون لأن هذه الجارة هذه دخلت المغرب في هذه المواضيع. أولا الاستعراض العسكري اللي كان في الجزائر في اليوم الوطني لربما ثورة التحرير كما يقال، يعني اليوم يعني احتفال ب70 سنة لدرس على ثورة التحرير الجزائرية. هذا اليوم هذا لم يخلو هو أيضا من العداء للمغرب. ثانيا الموضوع الثاني هو موضوع قطع الكهرباء الذي وعد به الجزائريين. الجزائريون أعطاهم الشنقريحة وعبد المجيد تبون وعد أن في 31 أكتوبر اللي داز اللي كان هو البارح، قال لهم باللي المغرب غادي يطفى فيه الضوء، المغرب سوف يعني يحل عليه ظلام عمرو كان. هادو موضوعين. نبداو بالموضوع الأول.